انتشر بالفترة الأخيرة فيديو مرعب لمجموعة قطيع من الأغنام بالصين، وهي عم تقوم بدوران حول نفسها بطريقة غريبة لمدة 12 يوم بدون توقف. والفيديو أول ما انتشر فوراً عمل ضجة بالسوشيال ميديا، وانتشر الرعب بين الناس بأنحاء العالم، لدرجة إنه في بعض الناس صاروا يقولوا إنه هي الظاهرة الغريبة اللي عم تحصل هلأ هي إشارة إنه نهاية العالم قربت، وإن على أبواب كوارث طبيعية مخيفة قادمة. طبعاً العلماء والباحثين وقتها ما كان عندهم تفسير واضح عن سلوك الحيوانات المريب، وطلع العلماء عدد تفسيرات عن هي الظاهرة. فمثلا قال علماء بجامعة هارتبوري البريطانية إنه السبب اللي عم يخلي الخرفان تتحرك بشكل دائري بهالطريقة الغريبة هو إنه الخرفان كانت محبوسة بالحظيرة لفترة طويلة، وحياتهم كانت محصورة جواتها، وتعودوا على هالحركة داخل حدود الحظيرة فقط. ولهيك لما طلعوا برا الحظيرة خلق عندهم هالسلوك النفسي الغريب، فصاروا ببساطة يتحركوا بنفس الطريقة اللي كانوا يتحركوا فيها جوا الحظيرة. وبعدها طلع تفسير تاني بيقول إنه السبب هو عدوى بكتيرية أصابت القطيع، والعدوى هي سببها بكتيريا الليستيريا، واللي بتعمل إصابة بمخ الحيوانات، وهالشي خلاها تتشوش وتفقد تركيزها، وبالتالي بتصير تتحرك بهي الطريقة الغريبة. بس أغلب العلماء استبعدوا هذا التفسير. واللي خوف العالم أكتر هو انتشار مقاطع تانية لحيوانات غير الأغنام بأماكن تانية بالعالم، وهي عم تتحرك حوالين نفسها بنفس الطريقة الغريبة، مثل الغزلان والنمل والطيور والأسماك. وقالت الناس إنه حركة الحيوانات هي إنذار منها لحدوث كوارث طبيعية على كوكب الأرض، مثل البراكين والزلازل بالفترة القادمة، لأنه الحيوانات معروفة بقدرتها لاستشعار الكوارث الطبيعية قبل حدوثها. بس لحد الآن كل شيء انحكى هو مجرد تفسيرات ونظريات، وما حدا بالعالم قدر يفسر هالظاهرة الغريبة بشكل واضح ومؤكد. وكمان ما بننسى إنه مع حدوث أي ظاهرة غريبة في ناس بتلجأ لتهويل وتكبير الموضوع، خصوصاً إنه في فيديوهات صارت تنتشر بالفترة الحالية لنفس الظاهرة على أنها فيديوهات حديثة، بس بالحقيقة هي الفيديوهات بتكون قديمة والناس عم تنشرها بدون ما تعرف. يعني ببساطة ممكن تكون هي الظاهرة الغريبة هي سلوك طبيعي عند الحيوانات ونحن ما بنعرف، أو ممكن تكون أحد النظريات اللي قلناها هي الصح ونكون فعلاً على أبواب كوارث طبيعية قادمة. وفي تفسير تاني بحسه منطقي أكتر، هو إنك عم تشوف الفيديو ولهلأ ما اشتركت بالقناة، فخذ اشترك واستناني بالفيديوهات الجاية. سلام.